المانجا تطلع من هنا ونبتدي بقى نخترع لها في وصفات من هنا. طبعا ليها وصفات كتير جدا وطرق كتير جدا، بس تعالي بقى اقولك على طريقه النهارده كده هتعملي بيها كمان كيكه المانجا الخطيره. هتعمليها ازاي؟ هتجيبي بقى كده الخلاط بتاعك وهتبتدي انت تنزلي ببيضتين وكوبايه سكر وكوبايه لبن وكمان كوبايه من السمنه على الزيت، وخلاص على كده. وهنبتدي كمان اللي احنا بقى نضرب كل المكونات دي مع بعض. وهنا كمان نزلت بكوبايتين ونص من الدقيق، ونزلت بكيس ونص من بيكنج باودر وكمان كيس من الفانيليا، وخلاص على كده. وابتديت اللي انا ضفت الخليط بتاعي لحد ما يبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسينيش بقى في لايك كده وكومنت حلو منك. خلاص كده ابتديت اللي انا جبت الصينيه بتاعتي، طبعا دهنتها كده بالزيت الذره، وكمان حطيت كده عليها رشه صغيره من الدقيق، ونزلت بالخليط بتاعي اللي انا قلت لكم عليه. وخلاص على كده بجد خطيره وحلوه جدا جدا. على فكره بدل كمان كوبايه اللبن عايزه تنزلي بكوبايه عصير مانجا هتبقى معاكي رهيبه، زي كده ما بنعملها كمان بكيكه البرتقال، بس دي كيكه المانجا. تعالي بقى هنا كانت خرجت من الفرن، حطيتها في الفرن على درجه حراره 180، قعدت معايا 25 دقيقه بالظبط. وابتديت كمان اللي انا طلعتها وبقت معايا زي ما انتم شايفين كده. وهنا كمان ابتديت بقى اللي انا عملت كريم جانتيه بجد كان خطير. بس هنا كنت كده سبت بقى الصينيه اول ما خرجتها من الفرن، ابتديت اللي انا سبتها كده تهدى خالص، لان ما ينفعش احط كريم الجانتيه وهي سخنه. ابتديت بقى اللي انا ضفت كده كريم الجانتيه زي ما انتم شايفين، انا بحبها بقى غرقانه كريم جانتيه. خلاص طلعناها بقى من الفرن، ابتديت اللي انا قلبتها واسقيها بقى باللبن. اسقي بقى الكيكه بتاعتنا النهارده باللبن، يا نهار ابيض على الجمال. وانزلي بقى بكريم الجانتيه، وبعد كده هاتي المانجا بقى اعمليها طبعا مكعبات زي ما انتوا شفتوني وانا بقطعها كده، وانزلي بقى على وش بقى الصينيه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بنفس الشكل ده. وقطعي كده بقى من الكيكه بتاعتك كده وكلي بقى وبالف هنا وشفا. هي دي كيكه المانجا كده مع كريم الجانتيه وفوقيها مانجا، يا سلام. ويا سلام بقى كمان الكيكه لما بتبقى مسقيه بقى باللبن. وعلى فكره لازم الكيكه تبقى بارده واللبن كمان يبقى ساقع. وبعد كده تاخديها كده زي ما انتوا شايفينها. جانا بقى هنا خدتها وحطيتها كمان بقى في التلاجة، كليها كمان بقى لما تسقع. هو الحر اللي احنا فيه ده محتاج كده صواني كده حلوة، رز بلبن، مهلبية، اي حاجة تبقى ساقعة في التلاجة، تاخديها كده والولاد ياكلوها كده وتطر على قلبهم. وبألف هنا وشفا عليكي وعلى الولاد، وربنا يا رب كده دايما يحسن ما بين ايديكي. هنا كنت بطلع بقى خرطة كده عشان اوريها لكم جميلة ازاي. طبعا ما قدرتش اقاوم طعمها، فضلت وانا قاعده كده في الجو الجميل ده فضلت اكل كده فيها. يا سلام على الجمال. قومي يلا اعملي لاولادي كيكه المانجا الخطيره، والله ما هتاخد معاكي اي وقت خالص، واكليهم وفرحيهم وربنا يا رب يخليكي ليهم. شايفين اصلا شكلها بيتكلم عن نفسه. كريم جانتيه، هي كيكه نفسها كده مسقيه باللبن، عليها كمان قطع المانجا من فوق، يا سلام. طبعا انا مش هتكلم كتير زي ما قلت لكم، هي بتتكلم عن نفسها. بجد بجد حلوه جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. يلا زي ما قلت لك قومي اعملي لاولادك كيكه المانجا الخطيره بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد سهله وسريعه ومش تاخد معاكي اي وقت خالص. وتخشي كده اعمليها كمان للولاد وفرحيهم، هيفرحوا بيها جدا وهتطري على قلبهم، لان هي طبعا هياكلوها ساقعه وحلوه جدا جدا. وان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير، ونعمل مع بعض احلى الاكلات واحلى الوصفات. وصلتي بقى معايا في الفيديو لحد هنا، ما تنسينيش في لايك وكومنت حلو منك، ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.